أهلا بكم. يصل البلاد آلاف المواطنون المقيمون في المهجر للاحتفال بعيد الاستقلال داخل وطنهم. ترى منبار كعندك بفري سم تاريخي زنبر أمدري نفسها جنحكاها حفاش كتبلي سوونت دليا لك خمسة قبلي. وأوضح المواطنون الذين دخلوا البلاد عبر مطار أسمر الدولي قادمين من دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا أن الإريتريين يحتفلون بعيد الاستقلال أينما كانوا، لكن الاحتفال به وسط الشعب يعتبر استثنائيا، وقد قدموا للاحتفال بالمناسبة مع شعبهم. وذكرت السيدة تيغي تيغاي ويوديت جبرز جابيهير القادمتين من الولايات المتحدة الأمريكية عن قدومهن للاحتفال بعيد الاستقلال وسط شعبهن، وأن الكثير من الإريتريين يستعدون للقدوم إلى إريتريا. وقال السيد تيدروس زرقرقيش القادم من السويد والشابة فروينيتا الدسي القادمة من أبو ظبي أن أعياد الاستقلال له مضمون خاص لدى الإريتريين، موضحين بأن تدفق الإريتريين بهذا العدد الكبير للاحتفال بعيد الاستقلال داخل الوطن يعكس الترابط القوي بين إريتريا وشعبها. وأشارت السيدة بيرجيكو كاسا القادمة من أبو ظبي أنها تعود إلى بلدها بعد 27 عاما، موضحة أن القدوم في هذه المناسبة العزيزة إلى البلاد مع الأبناء تساعد على تعريفهم بثقافاتهم وتراثهم وأرضهم. تساهم الزراعة المروية في مديرية فورتو ساوا في ترك السكان لحياة الترحال الرعوية والاستقرار وتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان بأن حياتهم تحسنت كثيرا نتيجة برامج التنمية التي أرسيت خلال السنوات 22 الماضية، وقد تمكنوا بفضل الاستقلال من الاستقرار والحصول على الخدمات والاستفادة من موارد منطقتهم. وقال مساعد مدير ضاحية مولوفير السيد الحسن محمد محمود أن تجمع السكان في السنوات الماضية مكن من الاستقرار والاستفادة من الخدمات وتنمية البساتين. وذكر مدير ضاحية هوميب السيد وهاج عثمان أن مشروع مولوفير الزراعي الذي نمته الحكومة جعلهم يكتسبون التجربة العملية ليتمكنوا من إنتاج الخضروات والفواكه. وأشار المزارع مانئيل هايلي الذي ينمي بستانا في وادي سوا إلى أن المنطقة ملائمة لمختلف الأنواع الزراعية، مؤكدا تحقيق السكان تطورا مشهودا في حياتهم ومنطقتهم. أوضح سكان ضاحية بوغو بمديرية كرن بأن خزانات المياه المشيدة لتنمية المياه الجوفية تساهم في حل النقص في المياه. وذكر السكان بأن خزانات المياه التي شيدتها إدارة إقليم عنسبة في تنقل لحس حل نقص المياه في قرى ضاحية بوغو. وشكر السيد جبر مسقلار أيا والسيد ملآكي جبريل للجهود المبذولة لحل مصاعبهم، موضحين بأن خزانات مياه تنقل لحس حلت مشكلة المياه الشرب والسقي. وأفاد مدير ضاحية بوغو السيد سلطان كفلي أن السكان كانوا يسيرون مسافات طويلة للحصول على المياه، وقد حلت المشكلة حاليا ويعملون جاهدين لتنمية المياه. وأشاد مسؤول متابعة الضواحي في إدارة مديرية كرن السيد إمها جبر واحد بالأعمال التي يقوم بها سكان الضاحية لحل مصاعبهم، موضحا بأن السكان ينشطون بفعالية لمشاهدتهم النتائج الجيدة للخزانات الأربعة التي شيدت في الأعوام الماضية. قال مدير مديرية عتك كليزان السيد عندي أدحنوم بأن المديرية شهدت في سنوات الاستقلال إرساء خدمات المواصلات والمياه والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها. وأوضح بأن الطرق التي مهدت بتضافر جهود السكان لربط قرى المديرية ساهمت كثيرا في حل مشكلة المواصلات، مشيرا إلى تنفيذ أعمال ناجحة لتوفير المياه ومد الكهرباء والهاتف النقال وإرساء 20 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
وحول الخدمات الكهربائية، أوضح مسؤول مركز إعادة الكليزان الصحي الممرض سامئيل أسملاش على ضرورة إرساء مؤسسات صحية إضافية لبعض قرى المديرية. وذكر مدير مديرية إعادة الكليزان السيد عندي أدحانوم أن البرامج القادمة ستشمل تجميع 6 قرى في ضاحية بقليسة ومواصلة أنشطة النفير التنموي وإعداد الخرائط السكنية للقرى وتوزيع قطع الأراضي السكنية. عقد شباب مديريتي قارورة وأدوبحة منتدى شبابي لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات وتقوية تأطيرهم. وبحث المنتدى قضايا الشباب ومشاركتهم الفاعلة لرخاء وازدهار البلاد والتصدي للعدائيات، حيث وجهت الدعوة للشعب والمؤسسات الحكومية للعمل المنسق تجاه قضايا الشباب. وأوضح المنتدى بأن أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تجاه شباب الريف النائي لم تكن بالمستوى المأمول رغم العمل المسؤول لهؤلاء الشباب، داعين لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة. وأوضح كل من مدير مديرية قارورة السيد تادسي جبر مسقل ومدير مديرية أدوبحة السيد أحمد محمد نور أن القضايا التي بحثها المنتدى ستساعد أنشطة الاتحاد والدفع بها قدما. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد جعفر عن أهمية دور مؤسسات الحكومة والجبهة للارتقاء بكفاءة الشباب، داعيا لمواصلة تعاون السكان مع الشباب. ينخرط سكان 12 إدارة ضواحم بمديرية أقرداد في أنشطة واسعة للمحافظة على المياه وحماية التربة من الانجراف ضمن جهودهم لتمهيد أراضيهم الزراعية قبل حلول الموسم الزراعي الجديد. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية بالمديرية السيد إياس هيله أن البرنامج يهدف إلى تمهيد نحو 2000 هكتار من الأراضي الزراعية بغية زيادة المردود، مشيرا إلى منح الأولوية في عملية الإصلاح لأراضي أسر الشهداء والأسر الفقيرة بالمنطقة. وحث سيادته الفلاحين على أهمية أنشطة المحافظة على المياه وحماية التربة على محاصيلهم الزراعية. وأوضح السيد صالح عثمان شلال والسيدة فاطمة محمد علي من المشاركين في الأنشطة التنموية بأنها تأتي ضمن برنامج تحقيق الأمن الغذائي المنتظمة في كافة أنحاء البلاد من قبل الشعب والجيش الشعبي، متعهدين إلى مضاعفة جهودهم لزيادة منتجاتهم الزراعية. كما أوضح السيد طاهر إبراهيم ومدير إدارة الضواحي الشلب السيد محمد صالح عثمان بأن البرنامج سينتهي خلال فترة وجيزة بفضل تضافر السكان والجيش الشعبي. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. وافقت المفوضية الأوروبية يوم أمس الأربعاء على فرض رسوم عقابية على واردات الألواح الشمسية من الصين في مواجهة ما تعتبره المفوضية إغراقا صينيا للأسواق الأوروبية ببضائع رخيصة. وقال مسؤولان إن المفوضية أيدت مقترح المفوض التجاري كاريل دي جوست بفرض رسوم مؤقتة بحلول 6 من يونيو وجعل صادرات الألواح الشمسية الصينية أقل جاذبية في أوروبا. وقفزت أسهم شركات سولار وورلد وفينيكس سولار وسنتر ثيرم الألمانية بما وصل إلى 7% بدعم من القرار، في حين تراجعت أسهم سانتك الصينية المدرجة في فرانكفورت أكثر من 4%. والتحقيق في اتهامات الإغراق هو الأكبر الذي تفتحه المفوضية، لكن بروكسل تحاول التعامل بحذر، واضعة في حسبانها أنها بحاجة للصين ثاني أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي لمساعدة الاتحاد في الخروج من براثن الركود. ووصف يي شيازون سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية القرار الأوروبي بالخاطئ، لكنه رفض التعليق بشأن أي رد محتمل من جانب بكين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأربعاء إن روسيا عليها تقوية دفاعها عن حدودها الجنوبية والعمل مع حلفائها في آسيا الوسطى لحماية نفسها من تهديد العنف المتطرف من أفغانستان.
وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي لم تحرز تقدما بعد في حربها ضد المجموعات الإرهابية والمتشددة في أفغانستان، وأن هذه المجموعات أصبحت أكثر نشاطا في الآونة الأخيرة. قال نواز شريف الذي يتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الباكستانية المقبلة إنه سينهي مشاركة باكستان في الحرب الأمريكية على الإرهاب في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وقال شريف إن ذلك سيكون ضروريا إذا كان للسلام أن يسود في باكستان والعالم أجمع. يذكر أن باكستان أصبحت جزءا من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحركات المسلحة في المنطقة منذ هجمات سبتمبر 2001. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الباكستانيون إلى مراكز الاقتراع في 11 من الشهر الجاري، وذلك في نهاية حملة انتخابية شبتها أعمال عنف. وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان تسلم فيها حكومة منتخبة مقاليد السلطة إلى حكومة منتخبة أخرى. اتهم الادعاء في مدينة كليفلاند الأمريكية يوم الأربعاء سائق الحافلة المدرسية السابق أريل كاسترو ب4 تهم للخطف و3 تهم للاغتصاب في قضية النساء الثلاث المفقودات اللواتي أطلق سراحهن بعد عقد من الاحتجاز في بيته. وكانت ميشيل نايت التي شوهدت آخر مرة عام 2002، وأماندا بيري التي اختفت عام 2003، وجينا ديغيس التي فقدت عام 2004 قد عثر عليهن أحياء مساء الاثنين الماضي في مقر إقامة أريل كاسترو بعدما ساعد أحد الجيران أماندا في فتح الباب عنوة. وقالت الشرطة أن الطفلة التي عثر عليها في المقر يعتقد أنها ابنة بيري. بدأ المسلحون الأكراد الانسحاب من الأراضي التركية يوم أمس الأربعاء، مما يدفع للأمام عملية سلام تهدف إلى إنهاء تمرد أودى بحياة 40,000 شخص بعد أن أرهق اقتصاد المنطقة وهز صورة تركيا في الخارج. وقامت قوات الأمن التركية بحراسة نقاط التفتيش على الحدود الجبلية مع العراق مع بدء الانسحاب المتفق عليه لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يقدر عددهم بنحو 2000 مقاتل. ويمثل الانسحاب الذي أمر به مراد كارالين القائد الكبير بالحزب أواخر الشهر الماضي أكبر خطوة حتى الآن في اتفاق السلام الذي تفاوض عليه زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان مع مسؤولين أتراك لإنهاء الصراع المستمر منذ حوالي 30 عاما. واتهم مقاتلو حزب العمال الكردستاني الجيش يوم الثلاثاء بتعريض الانسحاب المتفق عليه للخطر بسبب طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة له وتحركات القوات التي قالوا إنها يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات، لكن لم تظهر علامات على نشاط عسكري يوم الأربعاء في السماء الغائمة فوق جنوب شرق تركيا. وعدد قوات حزب العمال الكردستاني قليل ويقدر بما بين 3 و4 ألف يتمركزون في العراق وما بين 1500 و2000 مقاتل في تركيا، حيث كانت تشن هذه القوات هجمات على القوات التركية وعلى مدن من بينها اسطنبول وعلى منتجعات ساحلية. قتل 8 أشخاص على الأقل اليوم الخميس في حريق اندلع في مصنع للنسيج في عاصمة بنغلاديش داكا بعد أسبوعين على انهيار مبنى يضم مصنعا للنسيج أدى إلى وقوع 800 قتيل. وقال قائد الشرطة المحلية خليل الرحمن إن الحريق الذي اندلع في مصنع لصنع الألبسة سيطر عليه رجال الإطفاء عند فجر الخميس، مضيفا أن 8 أشخاص قضوا اختناقا.